السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الفيديو الجديد، وأنا متحمس جدا إن أنا أعمله أصلا. فمن غير كلام كتير يلا بينا. الفيديو طبعا اللي فات كنا عملنا الجزئية دي وعرفنا ازاي نعملها وازاي اشتغلت عليها، فيلا نكمل بقية التصميم. هنعمل النهاردة الظل والحاجات دي بحيث نخلي التصميم أكثر واقعية. بس خلينا الأول نعمل الجزء بتاع البرتقالة ده. تعالى كده نختار من الصور اللي أنا حملتها. فخليني مثلا أبتدي بالصورة دي، يعني يا رب انتي اللي تحققي لي أمانية. طبعا أنا بكره أعتمد على البتاع دي، فأيوه يا سلام. والله الفوتوشوب ده غريب أوي والله. ماشي. طبعا لو معرفتش أنا رسمت السكتش ده ازاي، أتمنى تشوف أول حلقة. ماشي بإذن الله. دي هتكون بلاي ليست، يعني يا ريت تروح تشوفها قبل ما تكمل الفيديو. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا بناء على المنظور او الرسمة اللي احنا عاملينها، فاحنا هنعتمد الجزئية دي كده. اول حاجة كوبي بيست، بعدين هنستخدم، انا محتاج اسيف الفايل لان انا مسيفتوش، وطبعا دي حاجة تخوف. يلا بينا. وهنستخدم البوبت وورب. اوكي شو مش طبعا كان نفسي اقلش واقول لكم مش ولا، بس لا معلش. ماشي، يعني انا ماشي كده بالزاوية بتاعة التأشيرة. تأشيرة ولا خلاص جواز سفر يعني وبتاع، ما علينا. ماشي، فاحنا هنعمل كده اهون كده اهون كده اهون. مثلا تمام. قلل الاوباسيتي ماسك، وهنمسح الاجزاء اللي احنا مش عايزينها كده اهو. هنرسم طبعا. حلو جميل. نرجع الاوباسيتي تاني، ونرجع دي ورا البرتقانة. هي فين البرتقانة؟ ورا السودا. فين السودا اهي. بس حلو. نرجع تاني للبتاعة دي، نشوف هنستخدم ايه. طبعا هنستخدم الجزئية دي. طبعا لو انت بتحب تستخدم البن تول استخدم البن تول. انا ما بحبش استخدم البن تول، مش هستخدم البن تول. ماشي. ماشي، هنقف هنا. هنمسح الكلام ده. هنجيب دي ونحطها فوق كل حاجة كده. وبعدين هنعمل ايه؟ هنستخدم الورب تول. مش عارف اسمها ايه، بس هي اسمها وورب. هنعمل كده اهو. هنعمل كده. مش عارف هل لا. بسم الله. بوبت وورب. وهنثبت الجزء ده، وهنمسك الجزء ده نعمله. امال انا مثبتك ليه؟ ممكن واحدة هنا يعني مثلا. خلينا نشوف الشكل اللي احنا عايزين نوصل له.
طبعا في حاجة انا بحب اعتمد عليها لو في حاجة هتزولني كده، البنتول، اقوم جاي اعمل كده كده اهو، واحدة واحدة يا عم الحاج. ماشي، اقوم جاي عامل كده اهو، واحنا هنعدلها يعني كده كده، بس مش حاليا للوقت الحالي، الوقت الراهن هون وكده هون. جميل أوي. وبعد كده نعمل solid color وندخل فيه الصورة بتاعتنا كده هون. بعدين ممكن نستخدم الوورد تول. ماشي، هو الوحش فيها ان هي مبتبقاش واخدة الشكل بالظبط. والله احنا ممكن نخفف فين مثلا. طيب لما بتجيب صورة كده بتنزل بالشادو بتاعها، فايه الحل؟ كنترول وكليك على اللاير. ماشي، بعدين ماسك، هتلاقي الشادو اتشال. ماشي، متهيألي يعني. نرجع للموضوع ده، نبتدي بقى نرسم الحتت الايه البايظة. طبعا عشان عاوز دي ممكن نعمل كده ونغير دي شوية كده. طبعا القشرة بتبقى محبحبة، فعشان كده انا مش بعمله خط مستقيم، لان يعني في ناس بتعمله بخط مستقيم وبتاع، فبيبقى شكلها مش لطيف، مش بروفيشنال يعني. طبعا يعني عشان تبقى عارف، الشركات مش هتقبل ان انت تقعد في التصميم كل الوقت ده، تمام؟ لو انت بتشتغل في شركة يعني غالبا يعني. فعشان كده انا عامل قناة اليوتيوب عشان استخدم فيها، يعني اشتغل فيها براحتي وان شاء الله يعني باذن الله بتشجيعكم ووجودكم معايا، فهوصل يعني ايه ان انا ابتدي اكسب فلوس من اليوتيوب. غير كده انت ممكن تعمل التصميمات دي عشان تقوي تقوي اسمه ايه الشغل بتاعك، الشغل السريع بتاعك. يعني ايه الشغل السريع بتاعك؟ يعني آه لما تعمل الحاجات دي وتيجي وتبقى شاطر فيها قوي، وتيجي تعمل تصميم في نص ساعة، بيبقى احسن من ان انت بتعمل اصلا تصميمات في نص ساعة كل شوية، ويعني شغلك كله عبارة عن تصميمات سريعة. ماشي، نرجع للصورة دي تاني. وهنستخدم دي. مثلا كده اهو. ماشي،
كده هون. بعدين نرجع دي. بعدين هناخد القشرة دي نعمل بيها آخر جزء. أنا بفكر أرسمه شبه اللي فاتوا، هيبقى من هنا رايح كده. كده دي محتاجة تبقى فوق بالظبط. تبقى كده. طبعا كنت ناوي اعمل التصميم ده بيني وبين نفسي، بس قلت اعمله قدامكم عشان تستفادوا بالمرة، اكون عملت محتوى. فعشان كده انا مركز فيه قوي يعني ما بحبش اعمل فيديو على السريع كده عشان انا عايز اعمل فيديو. تمام، حلو جدا حلو جدا. ممكن نزود هنا السمك بتاع البرتقانة. ماشي. ونفس الكلام هنا. لا، حاسس ان هي دي ايه مش الصح. طبعا هم مستنيين اصور فيديو عمالين يدقوا في الشقة. مش عارف ممكن اعمل دي كده ولا اعملها ازاي. شغالة كده وبرضه من بعيد يعني محدش هيلاحظ. بس في مشكلة يا معلم. احنا اول حاجة بس ايه، محتاجين نزق دي شوية. ايوه ممكن ناخد دي وناخد دي ونحركهم فوق هنا.
وهقول لكم ليه. بعدين هناخد كل الحاجات اللي احنا عملناها دي وهنحطها في جروب، ونيجي عند الكنز ونمسح الحتة دي بس كده. حلو أوي، جميل جدا. خلينا نجرب بقى نشيل كده ونشوف ايه اللي ناقص. طيب اللي ناقص ان الحاجات رفيعة جدا، فاحنا هنحاول نزود السمك بتاع كل حاجة. ماشي، طبعا انت لو فاهم الدنيا خلاص مشيت ازاي وعايز تقدم قدم، بس انا محتاج اعمل التصميم يعني يبقى احسن حاجة ممكن. عيش انت بقى. مم. اوكي، ممكن نعمله كده وكده مثلا. مقبولة؟ لا مش مقبولة، دي عايزة تلف. ممكن نعمل دي كده. لا 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 لا، لا مؤاخذة، مش خلينا نرسم سكتش اللي انا عايز اعمله بالظبط. انا عايز اعمله كده ورايح كده. كده هو ماشي. نمسح دي ونستخدم الورب كالعادة. يعني خلاص انتوا عرفتوا انا بعمل ايه، انتوا بقى عيشوا.
متهيألي كده احسن. احسن بكتير. ماشي. خلاص خلصنا الحمد لله. يلا نحط علبة العصير بتاعتنا. هنجيب راني راني جوس، اورنج جوس، اورنج جوس. وممكن ناخد، عايزين جودة اعلى صورة في الدنيا. خلينا نشوف كده، يمكن يكون على فريبك، يمكن. بسم الله. ها ها. مفيش للأسف. للأسف مفيش. والله احنا ممكن نكتب راني اورنج جوس ليبل. خلينا نشوف كده. هي ما جاتش. والله وانا بحب المانجا، بفكر اغير التصميم اخليه مانجا. بس خلاص، بما اننا حطينا الفاكهة يعني، فخلاص هنعمل ايه بقى. مش عارف. دي جودة عالية. خلينا نجرب. نعمل كده. طبعا انا في حاجة بحب اعملها، وهي اني الون الازاز الاول. ماشي، فاحنا هنعمل ايه. هنعمل جريدينت ماب، وبعد كده نختار من هنا الاسود. حلو. لو عملنا ريفرس، لا مش هينفع. طيب، هنختار اللون ده. نختار اللون ده، وبعدين اللون الفاتح مثلا، وهنغمق كمان. كده هون. بعد كده نستخدم الليفلز كده هون. والله وانا بفكر فكك من كده، نستخدم على طول الهيو اند ساتوريشن. ماشي، يعني كده. بعدين اغمق كده هون، اختار اللون المظبوط. لا انا صح. ماشي، بعد كده نشيل الاجزاء اللي ملناش دعوة بيها. يا راجل، يا راجل بالله عليك. لا مفيش فايدة. ماشي، بس هو اكيد في طريقة يعني.
طبعا دي عشان مهمة اوي فانا محتاج اعملها بالبن تول. كده اهو. طبعا في اجزاء برضو بايظة. عملتها بالبن تول وبعد كده برسمها برضو. بسم الله. طبعا مش عارف انا عملت كده ليه. بما اني كده كده هحط الازازة دي يعني. بس انا بفكر اعمل حركة ذكية. بفكر اعمل، والله انا بجرب حاجات جديدة يعني، مش دي طريقة شغلي دايما. مش بكتب الاوقات اللي هم اتكلموا فيها وهبتدي اقصها. اللي بعده. بفكر اعمل ايه. بفكر اشيل الحاجات دي. دي واحد، اتنين، ممكن اشيل ايه تاني. مش عارف، مفيش حاجة تانية اشيلها. انا كنت بفكر اشيل الحاجات اللي مرسومة دي وابتدي يعني الزقها من اول وجديد، بس غالبا مش هتنفع يعني ففكك. هنعملها من اول وجديد. نعمل كده. هو بيتهيألي في طريقة يعني احسن من كده، بس انا مش بركز في التريكات كتير. يعني ما تعملش زيي. كل ما تعرف تريكات اكتر كل ما يبقى احسن ليك. بس انا مش من النوع اللي بيركز في التريكات اوي يعني. لان زي ما انت شايف كده وصلت لنفس النتيجة. ماشي. وصلت لنفس النتيجة فعلا يعني. ممكن نشيل بس الايه، الحاجات دي. ممكن اخد نفس اللون والون وخلاص، بدل ما افضل الون واعمل حاجات كتير قوي. نفس الكلام هنا اهو. نمسح. ماشي. مفيش حاجة هنا. تمام زي الفل. زي الفل يا معلم. زي الفل يا معلم. بس الفيديو الجاي بإذن الله هنبتدي ندمج بقى الحاجات دي
احنا دلوقتي ركبنا الحاجات الأساسية والحاجات اللي احنا هنشتغل عليها. الفيديو الجاي هنعمل الإضاءة، ولو في مساحة في الفيديو هنحاول نخلص التصميم يعني بإذن الله. يلا أشوفكم على خير.